في كل كأس عالم في منتخب واحد بيدخل المونديال وما حد بيحكي عنه أو متوقع منه أي شيء، يعني مجرد حصالة للمجموعة. بس لما تبدأ البطولة هذا المنتخب بيقلب الطاولة على الجميع، وبنهاية المونديال بيخرجوا كل العالم بيعرفوا وبيحكوا عنه. في 2022 كان منتخب المغرب، دولة عربية ما حد صدق إنها راح توصل لنصف النهائي وتطيح بأسبانيا وتتجاوز البرتغال. في 2018 كانت كرواتيا، دولة عدد سكانها أقل من 4 مليون نسمة. في 2026 أنا شايف الصراحة إنه مش راح يكون بس مفاجأة واحدة، بل راح يكون في 4 مفاجآت و4 منتخبات راح تفاجئنا. هدول المنتخبات أنا اخترتهم بعناية ودرست قصصهم وشفت أرقامهم. الآن خليني أبدأ معكم سؤال بسيط، وهو وين كانت اليابان سنة 1993 بكرة القدم؟ والصراحة الجواب صادم، ما كان عندهم لا دوري محترف وما كان عندهم لاعبين في أوروبا، وبالأساس كانت كرة القدم في اليابان مجرد هواية وليست رياضة تؤخذ بجدية. بس بدل ما ييأسوا، الاتحاد الياباني أخذ قرار تاريخي، قرروا يبنوا كرة القدم من الصفر، بنوا أكاديميات في كل مدينة، طوروا المدربين، والنتيجة اليوم ميتوما في الدوري الإنجليزي وكوبو في ريال سوسيداد، إندو كان في ليفربول، يعني جيل كامل تربى في أحسن دوريات العالم وراجع للمنتخب بعقلية مختلفة كليا. في قطر 2022 اليابان قدمت نسخة حرفيا مرعبة، هزموا فيها ألمانيا وإسبانيا في نفس البطولة، واليابان أيضا في هذه النسخة ما خرجوا إلا بركلات الترجيح. فيا جماعة اليابان مش منتخب عادي جاي يشارك بالبطولة، بل هو منتخب حرفيا جاي يثبت حاله بقوة في هذه النسخة، وأنا الصراحة مش مستبعد أنهم يوصلوا للنهائي أو نصف النهائي. طيب الآن قلنا أن اليابان أخذت 30 سنة كاملة حتى تبني نفسها بكرة القدم، أما المنتخب الثاني في فيديو اليوم ما احتاج كل هذا الوقت، احتاج شخص واحد بس عشان يحول كل شيء. واحنا بنتكلم عن النرويج، الدولة الباردة في شمال أوروبا، ما حد كان يتكلم عنها بكرة القدم إطلاقا. كانت غايبة عن كأس العالم من سنة 1998، أي أنها غايبة عن كأس العالم 28 سنة. فحرفيا جيل كامل من النرويجيين ولدوا وكبروا وما شافوا منتخبهم بيلعب في المونديال ولا مرة. بس في تصفيات نسخة 2026 النرويج يا صديق المشاهد كانت حرفيا مرعبة، فازوا بكل مبارياتهم الثمانية وهزموا إيطاليا 4-1. فليش النرويج مختلفة في هذه النسخة؟ وجوابي باختصار، لأن النرويج عندها حاليا ربما أقوى خط هجوم في أوروبا، عندهم سورلوت، لارسن وأوديغارد قائد أرسنال، بس فوق هذا كله عندهم إيرلينغ هالاند اللي سجل أكثر من 40 هدف مع مانشستر سيتي في هذا الموسم. وفي كأس العالم الأمر راح يختلف كليا، هالاند من هذا النوع من اللاعبين اللي بيصير حرفيا أخطر وأقوى كل ما تقدمت البطولة وصعبة المباريات. فوق هذا كله عندهم ميزة ما حد بيتكلم عنها، يعني ما في أحد حرفيا بيتوقع شو ممكن تعمل النرويج في كأس العالم، خصوصا إنهم غايبين عن كأس العالم 28 سنة، وهذا بحد ذاته ميزة لهالاند ورفقائه. طيب الآن قلنا أن اليابان بنت نفسها بالصبر والنرويج عادت بأخطر مهاجم في العالم. المنتخب الثالث الصراحة هو منتخب عنده لاعبين من مستوى آخر كليا وعنده قصة مؤلمة في الأراضي الأمريكية، وهو يا جماعة منتخب كولومبيا. يا جماعة خلينا أحكي لكم شيء ممكن ما بتعرفوه عن منتخب كولومبيا. في مونديال 1994 كولومبيا كانت من أقوى المنتخبات في العالم، وهذا الشيء مش من كلام فارغ، بيليه بنفسه قال إنهم من المرشحين للفوز بكأس العالم في ذلك الوقت، وكانوا فايزين قبل البطولة على الأرجنتين 5-0، لكن لما وصلوا أمريكا خسروا مع الولايات المتحدة 2-1، والهدف الأول كان هدف عكسي سجله المدافع أندرياس سكوبار، طبعا اللي تسبب بقتله بعد البطولة. بس اليوم كولومبيا رجعت وعندها أسماء ثقيلة، عندهم لويس دياز اللي حرفيا من أخطر الأجنحة في العالم مع بايرن ميونخ، لاعب بيصنع الفرق بلمسة واحدة، وعندهم خامس رودريغيز اللي الصراحة مع منتخبه بيتحول لنسخة مختلفة كليا. وأيضا لا ننسى أن منتخب كولومبيا أثبت نفسه بقوة بعد وصولهم لنهائي كوبا أمريكا عام 2024 أمام أقوى منتخبات القارة. أنا حرفيا بتوقع أن كولومبيا ممكن يفعلوا شيء في هذا المونديال، خصوصا أنهم ممكن يكونوا متعودين على أجواء القارة الأمريكية. المنتخب الرابع واللي أنا عارف أنكم ما توقعتوا وبعضكم ممكن يضحك لما يسمع اسمه، بس الصراحة هو ممكن يكون أكثر منتخب عنده سبب حقيقي يفاجئ العالم في هذه النسخة، وهو الأردن. أول مرة يشاركوا في تاريخ كأس العالم من تأسيس منتخبهم من 72 سنة، والصراحة أنا عارف أن مجموعتهم صعبة فيها الأرجنتين والنمسا والجزائر الحبيبة، بس يا جماعة خليني أحكي لكم شو بيمتلك منتخب الأردن عشان أنا أحطه في هذه القائمة. شيء عندهم موسى التعمري المحترف في أوروبا وقاعد بيقدم مستويات رائعة مع ناديرين. وأيضا لا ننسى أن منتخب الأردن وصل لنهائي كأس آسيا في آخر نسخة، هزم فيها كوريا الجنوبية في تاريخهم للنهائي، وكانوا من أوائل المنتخبات المتأهلة لهذه النسخة، يعني ما وصلوا بالحظ بل وصلوا بالاستحقاق. وإذا قلت أن مجموعتهم صعبة، الصراحة هي ممكن تكون صعبة، بس لا ننسى المغرب 2022. وأيضا يا جماعة نقطة لازم نتكلم عنها، لاعبين الأردن اللي راح يلعبوا المونديال مش راح يكونوا يلعبوا لأنفسهم أو لشهرتهم، بل راح يلعبوا من أجل حلم شعب بأكمله. وهذا النوع من الدافع حرفيا ما بتلاقيه في الإحصائيات، بس بتشوفه على أرض الملعب، وبيكون أقوى من منتخب فيه أسماء ضخمة. والصراحة أنا بتوقع أنهم يصلوا لدور ال 32 أو دور ال 16. هذه هي يا جماعة الأربع منتخبات واللي حرفيا لها قصص مش متشابهة واللي ممكن يفاجئوا الجميع.